الرجل بيحب المرأة العنيدة، مع انه انا كنت اعتقد بانه العناد هي صفة مذمومة عند الرجال بما يخص النساء. الرجل ليه ممكن يحب الست العنيدة؟ لانه هاي الست بتضل تتحداه، لا تأخذ الامور كما هي، يعني مش اللي بقول هيا بترضى وبتوافق، فتدخل العلاقة بنوع من التحدي، بصير فيها تشالنج، فتبتعد كل البعد عن الملل والرتابة والروتين، بتضل دائما علاقة فيها سبايسز، يعني علاقة فيها بهارات، مش علاقة رتيبة ماشية على وتيرة واحدة. فإذا كنت عنيدة بمستوى معين بحب الرجل هيك، يعني لما عندك ما يكون نكد، ما تكون نكدة بالضبط. ايوه، يعني انت مثلا العناد امتى بيجي؟ بمبدأ انت ما بتتنازلي عنه. صح. الرجل بيحب المرأة اللي عندها مبدأ، بيحب المرأة اللي بتعند عند كرامتها، مثلا بيحب المرأة اللي بتعرف تاخذ قرارات. احنا صح. دائما نعتقد، وهي يعني بتبدأ من ابسط الامور. في بنات بحسهم انه هي اذا طلعت هي وياه على مطعم بفترة التعارف او بفترة الخطوبة، هي ما بتعرف تطلب حتى، بتعتمد عليه حتى بأدق التفاصيل. انت بتفكري حالك انه انت كتير فيكي مستوى عالي من الانوثه، حلو ماشي، حلو تعتمدي عليه كتير، بس الرجال كمان خصوصا هذا الجيل هو بده معه امراه لديها عقل، قادره انها تاخذ قرارات وتفكر. ومرات في نساء قد ايه بيرجعوا رجال عن قرارات معينه، طبعا، لانه بالنسبه له بتقول له هذا قرار طائش او هذا قرار ما راح يكون في مصلحه عائلتنا. فالرجل بيحب المراه اللي عندها شخصيه. خلينا اذا بدنا نلخص الموضوع مزبوط، يعني اللي ما بتاخد كل إشي از يعني في ستات شو ما تقولها بتقول لك اوكي ماشي، حتى لو بدها تمشي الحياة يمكن ما تعمل بالإشي اللي انت عم تحكي فيه. لا، هو بحب الست اللي بتناقش، اللي بتجادل، اللي مرات تقول لك لا انا شايفه هيك صح وانت اللي عم بتقوله غلط مثلا. بالزبط. بس بطريقة طبعا أديبة.